كابتن محمد سليمان مدير فني فريق النادي الاسماعيلي لكرة اليد، بنرحب بيك في موقع الاسماعيلي سي سي. اهلا كابتن ناصر. كابتن محمد، ان شاء الله انتم مسافرين النهارده كده عشان عندك ماتش بكره ان شاء الله. عندي ماتش بكره وماتش بعده ان شاء الله. هنفتتح الدوري ان شاء الله، الدوري الممتاز. عندي سكر ابو راس في اسيوط سوهاج، وعندي بعد كده في اسوان تاني يوم على طول. يعني هتطلع من ده على ده، من ده على ده. ربنا ييسر الحظر بس عشان احنا ما فيش قطارات طبعا، وهنسافر بالاتوبيس، فربنا ييسر. يعني الاتوبيس هيوديك لحد سوهاج، وبعد كده اخلص الماتش وهسافر على طول في نفس الليل. نفس الليل عشان عندي تاني يوم في نفس الميعاد الساعه 4 ان شاء الله. فريقين فريقين ان شاء الله توصل بالسلامه ونطمن عليك ان شاء الله. ربنا يوفقك كابتن. دي بدايه المشوار بتاع كرة اليد. يعني اول ماتش في الدوري كده مش بيبقى ليه يعني ثبات. والله احنا كنا عندنا امل، لان احنا كنا مقدمين التماس ان هو يأجل في الظروف الامنيه اللي احنا موجودين فيها، ورد علينا من يومين لا لازم تلعب. فدي حطتنا في مأزق، بس ان شاء الله ربنا ييسر ان شاء الله. يعني الرجاله الولاد تكون رجاله في المباراه وتأدي بصوره كويسه ان شاء الله. انت شايف طول المسافه والاتوبيس كان القطر احسن؟ كان القطر احسن بالنسبه لنا عشان الراحه. بس مواعيد الماتش مع مواعيد القطوره، وفي نفس الوقت القطوره واقفه اليومين دول مش شغاله، فدي خلتنا متلخبطين شويه. بس ربنا ييسر. هو الخوف بس من قله خبره العيال، لان احنا طالعين الدوري الممتاز جديد بنلعب في فرق عندها خبره. انا كنت لسه هقول لك يعني دي يعني لسه ممتاز الف صح؟ لا احنا حاطين اول خطوه ان شاء الله، والعيال عامله حساب الموضوع ده، واحنا ان شاء الله هنمشي واحده واحده، وان شاء الله احنا واعدين مجلس الاداره ومعانا على طول الباشمهندس ابراهيم ابو علي، يعني مش موفر لنا كل حاجه الفتره دي بصراحه. هو عارف ان احنا تعبانين قد ايه، بس الحمد لله. ما انا كنت لسه اسالك كابتن، يعني ايه عضو مجلس اداره بيجي يحضر التمرين بيشجعك بيقف وراك، ده يديك حافز صح؟ طبعا لحظه بلحظه. والحاج محمد ابو السعود برضو لسه موافق على السفريه، وبصراحه اللي هو فتحي بلبل تعبان معانا جدا. هو راجل بصراحه الراجل ده مجتهد جدا. عايز اقول لحضرتك في حاجات بيعملها على مسؤوليته الشخصيه. على مسؤوليته. انا عارف. فالحمد لله رب العالمين الامور ميسره، وربنا ييسر ان شاء الله ان نكون عند حسن ظنهم ان شاء الله، واللعيبه تكون رجاله باذن الله. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق، وان شاء الله نتصل بيك بكره ان شاء الله تكون فايز، وبعد بكره ان شاء الله. ودعوات